البشاميل بقوام كريمي مضبوط ناجح معاكِ من أول مرّة، أنا متأكدة لو جرّبتوا الطريقة دي هتبقى هي الطريقة المعتمدة بالنسبة لكم. يالّا بينا نبدأ. حلة أو طاسة على النار وهنضيف المادة الدهنية، المادة الدهنية هنا هتكون نفس مقدار الدقيق، يعني أنا هنا هاستخدم 3 معالق من الدقيق، هاستخدم 3 معالق من المادة الدهنية، زبدة أو سمنة أو سمنة على زيت. هاضيف الدقيق على المادة الدهنية وأقلب، الحرارة تكون وسط ما تكونش عالية، مش هاستنى لحد ما الدقيق يغيّر لونه أو يغمق، يبقى باللون الدهبي الفاتح أوي ده أو بس ريحته تطلع. هاضيف اللبن الحليب، قد إيه اللبن؟ بيكون لكل معلقة من الدقيق كوباية من اللبن الحليب الكبيرة، أنا بقى هنا هاضيف 3 كوبايات من اللبن الحليب، باحب أوي أضيف كوباية كمان من المَيّة أو ممكن كوباية من الشوربة، وممكن الكوباية دي تكون مَيّة السلق بتاعة المكرونة لو إحنا بنعمل مكرونة بشاميل. كده بقى هنبدأ نقلِّب، النار تكون هادية، ركّزوا كده وبُصّوا هتلاقوا القوام بدأ يتقل وبقى كريمي وناعم جدًا، إيدينا فيه نفضل نقلِّب بالمضرب اليدوي ده لحد ما يبقى بالقوام ده، أول ما يوصل كده يبقى مضبوط، تعالوا بقى للتركاية التحفة دي، لكل معلقة من الدقيق معلقة من القشطة البلدي بتاعة وش اللبن، بتخلّيها حاجة تانية خالص، قوامه ناعم جدًا وبيكون كمان طعمه حلو أوي. هي القشطة كقشطة مش هتبان في البشاميل نحس إن إحنا بناكل قشطة، لكن بتخلّي ريحتها وطعمها حلوين جدًا، وكمان قوامهم بيبقى كريمي وناعم جدًا زي ما إحنا شايفين، ده القوام اللي أنا عاوزاه، ممتاز جدًا. في الوقت ده بقى كده هابدأ أضيف التوابل، معلقة من الفلفل الأسمر، رشة صغيرة من جوز الطيب وممكن نستبدلها ببهارات لحمة مثلًا أو من غير خالص، هاضيف الملح وأقلب كده بالمضرب، شايفين بقى قوامه ناعم وكريمي جدًا وهو ده القوام اللي إحنا عاوزينه، لو بنعمل لازانيا بقى هنضيف كمان كوباية من المَيّة وبس كده بقى عندِك أحلى قوام كريمي للبشاميل، جربوه صحتين وهنا يا رب.